بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي وأعزائي، في الساعات البسيطة اللي فاتت كان في اضطراب قوي جدا على السوشيال ميديا، وكان في مشاكل كتيرة جدا متلاحقة، وكان من أولها الاشتباه في مقتل محمد رحيم، والثانية عدم حضور الفنانة مي عز الدين تشييع جنازة والدتها، حيث أن الفنانة مي عز الدين غابت عن تشييع جنازة والدتها اللي بتقام بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون. وأكد مصدر مقرب منها إن مي تعرضت لأزمة وانهيار عصبي حاد بسبب رحيل والدتها الله يرحمها، وتم إعطاؤها حقن مهدئة وهو سبب غيابها عن الجنازة. ولكن وصل منذ قليل أصدقاء ومحبي مي عز الدين، وكان أولهم تامر حسني، وكل من الفنانين رنا رئيس وطارق صبري ومهندس الصوت هاني محروس والفنانة إيمي سالم لكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون علشان يشاركوا في صلاة الجنازة على والدة النجمة مي عز الدين. وحضر منذ الدقائق الأولى النجم تامر حسني زي ما قلت لحضراتكم، والفنانة هنادي مهنا وأحمد عصام عشان يساندوا أختهم مي عز الدين والمشاركة بتشييع الجنازة. وكانت رحلت عن عالمنا والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع كبير مع المرض. وعلق الفنان خالد سرحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين. وكتبت كمان في وقت سابق الفنانة مي عز الدين نفسها على خاصية الستوري من خلال حسابها على موقع الانستجرام، وطلبت فيها متابعيها بالدعاء لوالدتها، وقالت: أرجو الدعاء لوالدتي، وهو ما أثار قلق متابعيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة إن مي عز الدين دوما ما تؤكد في حواراتها خلال البرامج التلفزيونية على دور والدتها في حياتها، وإنها بمثابة أقرب صديقة لها. جدير بالذكر إن مي عز الدين سبق وأثارت قلق جمهورها في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، لما كتبت منشور غامض تضمن مرورها بحالة سيئة عبر حسابها على موقع تبادل الصور الانستجرام، وقالت في وقتها: في غصة في قلبي، بحاول بقدر ما أوتيت من قوة أن أتجاهلها وأتجاهل أسبابها، لأن مفيش حلول في إيدي، ولكن ينتهي بي المطاف كل يوم بالفشل. دي كانت الأخبار اللي وردتنا حتى الآن فيما يخص بالفنانة مي عز الدين ووفاة والدتها الله يرحمها. أما فيما يخص النجم محمد رحيم، واللي في اشتباه جنائي في وفاته، في قرارات عاجلة من النيابة لأن هناك شبهة جنائية. المستشار هاني شتا رئيس نيابة الهرم قرر معاليه في اليوم السبت بندب مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي الظاهري على جثمان الملحن محمد رحيم بعد العثور عليه متوفى في ظروف غامضة داخل منزله، إذ جاء قرار للتأكد من وجود أي شبهة جنائية محتملة وراء الوفاة. وبحسب التحقيقات الأولية اللي أشرف عليها المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول، فإنه تم العثور على جثمان الملحن البالغ من العمر 42 عاما في حالة انتفاخ شديد، مع وجود آثار خدوش وخربشات فوق الفم واليد والساق، وده أثار الشكوك بشأن طبيعة الوفاة. وأمرت النيابة بإيداع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفات النيابة لحين صدور تقرير مفتش الصحة، واللي هيحدد بدقة سبب الوفاة
وما إذا كانت هناك شبهة جنائية. وجاءت قرارات النيابة كالتالي: عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية والتأكد من سبب الوفاة إذا كان في هناك شبهة جنائية. انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان. التحفظ على شقة الملحن محمد رحيم لمعاينتها من قبل خبراء الأدلة الجنائية. فحص كاميرات والمراقبة في محيط المنزل إن وجدت لكشف أي تحركات مشبوهة قبل الوفاة. طلب استدعاء أفراد أسرة الملحن وعدد من المقربين منه لسماع أقوالهم حول ظروفه الأخيرة. تكليف المباحث بالتحري عن آخر من تواصل مع الملحن وعن حالته النفسية والاجتماعية في الأيام التي سبقت الحادث. أكدت مصادر قضائية إن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وإنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بعد ورود تقارير مفتش الصحة والأدلة الجنائية. وفي الوقت نفسه بيعكف فريق التحقيق على مراجعة كافة الملابسات المحيطة بالحادث للتوصل إلى الحقيقة في مدار بين الاتنين. صراحة الأحداث متلاحقة جدا، والأحداث بتمر سريعا، ونسأل الله السلامة، ويقدر بنا في هذه الأحوال أن نقدم من قناة كوكب الشرق كامل العزاء للفنانة الرقيقة والفنانة الجميلة التي طالما أسعدتنا بالأعمال الفنية الجميلة بتاعتها مي عز الدين. وإن شاء الله تعدي محنتها، لأن يبدو إن هي كما يقال أصيبت بانهيار عصبي حاد، والانهيار العصبي الحاد ده ربنا يكفيكوا الشر بياخد علاجه وقت طويل جدا، وعلاجه يعني ليس بسهل. ونسأل الله أن تمر من هذه المرحلة بسلامة إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله يسكن والدتها فسيح جناته، وتكون في أعلى العليين إن شاء الله. أعزائي، بحاول إن أنا أخلي حضراتكم تسيروا آخر الأنباء، وببذل مجهود كبير جدا علشان أسعدكم. أرجوكم تدعموا القناة، لأن احنا بنتعب جدا في كل خبر وكل حرف بتسمعوه. قناتنا بتتحرى الصدق وبتتحرى المصداقية في كل كلامها. متشكر لحضراتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.